ازيك؟ بقى لي فتره كده منقطع عن القناه وما بنزلش فيديوهات، وده لعده اسباب جوهريه كده مش مهم نتكلم فيها دلوقتي. بس المهم النهارده هنتكلم عن ساعه ذكيه جديده من شركه شاومي، وهي الشاومي واتش اس 2. ساعه ذكيه بامكانيات قويه مع بعض العيوب الخفيه. هنتكلم بكل التفاصيل عن الساعه دي في الفيديو ده، فما تنساش تنزل دلوقتي تعمل لايك وتكمل معايا الفيديو ده للاخر لو انت مهتم. ومن غير بقى كلام كتير خلونا ندخل على طول في التفاصيل. أنا لا أنساك فلسطين يشد بي البعد. أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك، أنا الورد. مبدئيا تصميم الساعه اختلف شويه عن الاس 1 من ناحيه الشكل ومن ناحيه الازرار بتاعه التحكم في الساعه نفسها. الاس 1 كان بتيجي مع ازرار شبه الكراون كده او التاج الدوار اللي بيكون في الساعات التقليديه القديمه، ولكن الاس 2 اتغيرت شويه من ناحيه الشكل والتصميم ومن ناحيه الزرار كمان اللي بتتحكم في الساعه نفسها، واللي اتغيرت من التاج الدوار اللي كان في الاس 1 لزراير عاديه تقليديه جدا. ولكن تقريبا التصميم بتاع الساعه ما اختلفش كتير عن الاس 1 مع بعض التعديلات البسيطه. طبعا الساعه بتيجي مع تصميم دائري بشكل لطيف ورايق جدا. الساعه بتيجي بمقاسين 46 مللي و42 مللي. الساعه بتيجي مع فريم من الستانلس ستيل مع شاشه اموليد 1.4 انش لنسخه ال 46 مللي مع 1.3 انش لنسخه ال 42 مللي. معدل الريزوليوشن في المقاسين هو 466 في 466 بكسل مع معدل بيكسل بيرنج او كثافه بكسلات 326 بكسل لكل انش. الساعه بتيجي مع انحناء بسيط من ناحيه الحواف مع اكتر من خلفيه وشكل وتصميم مختلف للخلفيات اللي ممكن تستخدمها للساعه دي بانماط واشكال مختلفه ومتنوعه جدا. الساعه بتيجي باستراب من الجلد الطبيعي. شكل الاستراب هنا كلاسيكي اكتر مع امكانيه لشراء استرابات تانية مختلفه بانماط رياضيه وشبابيه اكتر. الساعه بتيجي بثلاث الوان مختلفه. مقاس ال 46 مللي بيجي باللون الاسود واللون السيلفر، ومقاس ال 42 مللي بيجي بلونين برضو، اللون الاسود واللون الذهبي، والمقاس 42 مللي ولون الجولد بتاعه موجه اكتر للبنات. زي ما قلت لكم في استرابات تانية، في استرابات رياضيه من السيليكون، وفي استراب تاني كده رياضي بس في حته تانية خالص اسمه استراب المشبك، ده حاجه تانية كده مختلفه شويه واكتر فخامه. الساعه بتيجي مع اكتر من 100 وضع رياضي مختلف، منها الجري والسباحه وركوب العجل والتزلج وحاجات تانية كتير مختلفه، مع بعض التفاصيل التانية اللي بتساعدك انك تمارس الرياضه بشكل افضل، وانها تحفزك على انك تمارس الرياضه نفسها، وانك تحط تارجت لنفسك كده عشان تحققه، انك تجري عدد كيلوهات معين او تخس او تحرق عدد كالوريز معين. فالساعه هنا بتساعدك انك تمارس الرياضه بشكل احترافي اكتر. الساعه كمان بتدعم مستشعر لقياس معدل الدهون في الجسم، والمستشعر ده بيقدر يحلل تكوين جسمك الداخلي وبيعرض نسبه الدهون في الجسم ونسبه العضلات ونسبه الميه والحاجات دي كلها، وده اللي بيساعدك طبعا انك تعرف مدى جدوى التمارين الرياضيه اللي انت بتعملها خلال اليوم، هل هي مفيده ولا لا، او من خلالها تقدر تحرق الدهون اللي في جسمك ولا لا. الساعه كمان فيها مستشعر لقياس درجه حراره الجسم، ولكن ده عن طريق الجلد، مش حاجه تقدر تعتمد عليها بشكل قوي جدا، ولكنها بتكون عن طريق الجلد بس. عن طريق الساعه تقدر تتتبع اوضاع نومك المختلفه خلال اليوم. الساعه بتديك تقارير تفصيليه عن اوقات نومك. من خلال التقارير دي الساعه بتساعدك انك تنام بشكل صحي اكتر، انك تعرف المشاكل اللي بتواجهك خلال اليوم، الاوقات المثلى او الاوقات المثاليه للنوم بتاعتك بتكون امتى بالظبط. الساعه بتيجي مع مستشعر الاس بي او 2 او مستشعر قياس معدل تشبع الدم بالاكسجين. الساعه بتقيس معدل الاستريس او الاجهاد، وبتديك تدريب التنفس ده اللي بيساعدك انك تسترخي كده وتهدى. الساعه كمان بتتبع الدوره الشهريه للبنات مع تتبع معدل ضربات القلب واستقرارها. عن طريق الساعه تقدر ترد على المكالمات اللي بتجيلك، تقدر تتصل عن طريق الساعه نفسها، لان الساعه بتيجي مع سماعه وبتيجي مع ميكروفون، تقدر تتصل او تستقبل المكالمات عادي جدا. مع المساعد الشخصي ميجيا، وده مساعد شخصي مشهور اكتر في الصين، فمش هيفيدنا قوي لو هنا بنستخدمه خارج الصين يعني. مع امكانيه لتحديد جهات اتصال معينه معده مسبقا، وتقدر لو حصل لك مشكله لا قدر الله وحصل معاك اي ظرف طارئ انك تضغط على الزر اللي تحت ده 3 مرات وهيتصل بجهات الاتصال دي وعرفهم مكانك على الخريطه طبعا عشان يقدروا يساعدوك لو انت وقعت في مشكله. الساعه بتدعم الجي بي اس، ولكن الجي بي اس لتحديد المسار بس، المسار اللي انت بتمشي فيه، مش جي بي اس بالشكل التقليدي المعروف يعني. الساعه هنا بتدعم الان اف سي عادي جدا، ولكن الحاجات دي كلها داخل الصين، ما نعرفش الحاجات دي مدى جدواها او مدى عمليتها خارج الصين نفسها. ولان الساعه موجهه اصلا للصين، فتقريبا الجي بي اس والبرامج المدعومه على الساعه نفسها واللي بتدعمها الساعه دي مش هتشتغل خارج الصين، فانت تقدر عمليا تقول ان الساعه دي ما بتدعمش الان اف سي او تطبيقات الطرف الثالث. الساعه بتيجي مع معيار 5 اي تي ام لمقاومه الميه، يعني ما تقلقش عليها خالص من ناحيه الميه. من ناحيه البطاريه بقى معلم، فانت عندك بطاريه هنا 500 ملي امبير، بتيجي كمان مع شاحن ماجنتيك عشان يسهل عليك شحن الساعه نفسها. وعلى حسب كلام شاومي فان الاستخدام النموذجي للساعه دي بيقعد 12 يوم، والاستخدام المكثف بيقعد 7 ايام، والاستخدام المكثف مع الاولويز اون ديسبلاي بيقعد 4 ايام، وده في نسخه ال 46 مللي، لان نسخه ال 42 مللي على حسب كلام شاومي برضه
بتقعد 7 ايام في وضع الاستخدام النموذجي، وبتقعد 5 ايام في وضع الاستخدام المكثف، وبتقعد 3 ايام في وضع الاستخدام المكثف مع استخدام الاولويز اون ديسبلاي لانه بيستهلك كم طاقه اكبر طبعا. الميزه المختلفه ما بين الاس 1 والاس 2 انها بتيجي ببطاريه افضل، بتيجي مع مستشعر البادي كومبوزيشن، وده اللي بيساعدك انك تعرف التكوين الجسماني بتاعك من ناحيه بقى العضلات والدهون ونسبه الميه، مع قياس درجه حراره جلدك، مع زياده نسبه البطاريه من 470 ملي امبير في الاس 1 ل 500 ملي امبير في الاس 2. زياده قد تكون مش كبيره قوي ولكنها على الورق زياده في حجم البطاريه. الساعه هنا ما فيهاش ساعه تخزينيه داخليه، الساعه هنا بتشتغل بنظام تشغيلي خاص عن طريق شركه شاومي، وزي ما قلت لك ما بتدعمش تطبيقات الطرف الثالث. سعر الساعه دي يا معلم 150 يورو، وده ما يعادل حوالي 3900 جنيه تقريبا. طبعا ده سعر الساعه داخل الصين، في السوق الصيني مش في السوق المصري، لان الساعه زي ما قلت لك موجهه اصلا للصيني. ما نعرفش النسخه العالميه بتاعتها هتنزل امتى بالظبط، وطبعا لما الساعه تنزل في السوق العالمي هيكون سعرها اكتر من كده بشويه، ولما تنزل عندنا مصر الحبيبه اكيد هتكون اغلى بشويه حلوين. لانك لو دورت على الجيل اللي فات الاس 1 على بي تك او على موقع نون سعرها 6000 جنيه. باختصار شديد الساعه دي بتيجي بمميزات اكتر شويه من الاس 1 العاديه، من ناحيه مستشعر قياس درجه حراره الجلد، ومن ناحيه كمان مستشعر البادي كومبوزيشن، من ناحيه زياده سعه البطاريه نسبيا الازيد شويه عن الجيل اللي فات الاس 1 بسعر ارخص طبعا 150 يورو بدل 270 يورو في الاس 1، لان الاس 1 كان بتجيب 270 يورو، دي سعرها 150 يورو بس. ولكن ما تنساش ان دي النسخه الصينيه، ما نعرفش بقى لما يتم طرحها في السوق العالمي هتكون سعرها قد ايه بالظبط، هل هتوصل 270 يورو تاني ولا لا، ولا ممكن تزيد حاجات بسيطه كده عشان يكون سعرها حنين. ما اعرفش الصراحه ممكن سعرها يكون كام، ولكن اعتقد ممكن سعرها يوصل ل 190 يورو تقريبا في النسخه العالميه. هستنى كل الاراء بتاعتكم تحت في الكومنتس، ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الساعه دي وفي المميزات بتاعتها، وايه اكتر حاجه مميزه بالنسبه لك في الساعه دي. بس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب هنا في القناه عشان احبكم، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.